السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا جايه النهارده وانا زعلانه جدا جدا على مستوى التفاعل على القناه كل يوم بتسوق اكتر من الاول. انا عاوز اعرف انتوا فين؟ ما القناه فيها 87 الف مشترك، محدش بيشوف الفيديوهات غير 2000 واحد في يومين ليه؟ فهموني، هل الروايه مش عاوزينها؟ انا جاتلي كومنتات بتقولي احنا مش فاهمين الروايه. يا جماعه اصبروا، واحده واحده هتعرفوا الشخصيات والاحداث. انا عاوزاكم بعد حلقه النهارده تقرروا هل اكمل في الرواية ولا اغيرها، لانه والله انا جالي احباط وماليش نفسي اشتغل من قلة التفاعل. مش كفاية عليا بنات اللي مجننيني، هتبقوا انتوا كمان؟ امال مين اللي هيطور روحي؟ يا رب ماليش بخت خالص. والله انا زعلانة جدا وراسي هتنفجر، فلو سمحتوا عرفوني عاوزين ايه. يلا قبل ما نبدأ الحلقة السادسة من رواية متيمة بن راني عشقي، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. سمعتهم اللي قالته يجي 1000 مرة وهي فخورة بالإنجاز اللي حققته، فالموضوع من وجهة نظر التانيين حاجة عادية، أما بالنسبة ليها فالموضوع عاوز احتفال كبير. جهزت غزل كيكة الفراولة اللي بتعشقها ليها وللكل، وللمرة العاشرة فضلت تحكي لهم باللي عملته في المحكمة لحد ما الكل زهق منها، لدرجة ان ميران نطقت وقالت ما خلاص بقى يا غزل، عرفنا يا ستي ان انتي شوحتي بايدك كده وقلت سيدي القاضي ان موكلي بريء. بصت لها غزل بنظرات غضب لانها كده بتبوظ حفلتها، فصرخت فيها وقالت اترزع بنت وخليني اكمل. نفخت ميران بغيظ وقعدت مرة تانية، وبعد مرور يجي ساعة ونص وطول المدة دي غزل عمالة تحكي لهم اللي حصل في المحكمة واللي تعيدوا تزيدوا لحد ما ابوها تاوب وامها مالت عليه من النوم، وعيون ميران على وشك تتقفل من كتر النوم، فصرخت فيهم وقالت بتحذير انتوا نمتوا. اتفزع الكل من صراخها، فمسكت امها الشبشب وحدفتها في وشها بغضب. ما خلاص بقى يخرب بيت خلفتك الهباب، غوري من وشي. حطت ايديها على وشها بوجع وبصت لهم بشك وقالت اوعوا تكونوا زهقتوا. بصلها الكل بغضب ومشوا على اوضهم، وما فضلش غير غزل لوحدها والجو هو من حواليها، فاتكلمت مع نفسها ببالها هما زهقوا ولا ايه. وجوه أوضة ميران فتحت بلكونتها يمكن تشوفه، ففرحت أول ما شافته واقف في بلكونته بيشرب سيجارة بسرحان. لبست حجابها بسرعة ورجعت مرة تانية للبلكونة، نادته بمشاكسة بس بس. ضم حواجبه بتعجب وبص ناحية الصوت، فلقاها هي مقتحمة أحلامه وحبيبة وجدانه، صديقته من صغرهم وملاذه وقت الحاجة، مصدر سعادته الأول والأخير، حلمه البعيد واللي خلاص بقى بالنسبة له مستحيل. غصب عنه قرر يتجاهلها، بلع مرارة حزن مؤلمة في زوره غصب عنه، فلاحظ انطفاء ابتسامتها وهي بتسأله مالك يا محمود. بصلها بجمود مثله كويس جدا ورد عليها بجفاء وجمود وجعها مالي يا بنت الناس، ما انا كويس اهو، انت اللي طالعه الشباك في نصاص الليالي تكلمي شاب غريب عنك، مش عيب برضو؟ اتصدمت من تحليله للموقف بالشكل ده، واكتر حاجة صدمتها هو كلامه عنها بالطريقة دي. هو اللي كان بيعاملها زي الفراشة دلوقتي بقى بيهاجمها. سرقت ابتسامة وهي بتقول بصوت مخنوق معاك حق، عن اذنك. دخلت ودخل قلبه معاها، غمض عيونه بقهر وهو على وشك يعيط من الوجع. تفكيره وصله إلى أن اللقاء بينهم بقى مستحيل. هو فقير وهي من أصحاب الطبقة المتوسطة، كان زمان ده مش همه وكان دايما بيسعى علشانها، بس دلوقتي بقى رد سجون. نفخ بضيق وخنقة، ولما وصل عند النقطة دي دخل واترمى على سريره بتعب وبص لسقف الأوضة بسرحان وقال بحسرة انت كتير عليا قوي يا ميران. دخلت غزال الأوضة لقت أختها قاعدة بتعيط على السرير، اتصنبت وراحت لها جري وهي بتقول ميران حصل ايه يا حبيبتي مالك؟ مردتش عليها وفضلت تعيط على حالها. حضنتها غزل وهي بتطبطب عليها بحنان والقلق بينهش في قلبها، فقالت بنفس صبر قولي يا ميران فيكي ايه، ما تقلقنيش اكتر من كده. هديت شوية وبدأت تحكي لها اللي حصل، وملامح غزل ثابتة مش مفهومة، فهي تقريبا اتفهمت موقف محمود من أختها. كونها محامية خلاها تحط نفسها مكان الناس، علشان كده كان سهل عليها تعرف ايه سبب تغيير محمود مع أختها. طبطبت على كتفها وقالت بحنان علشان تهديها ما تقلقيش وكفاية عياط، ومحمود أنا هتكلم معاه بس الصباح رباح. هزت راسها بالنفي ورفضت جامد وقالت وهي بتمسح دموعها لا يا غزل انا مش هشهد حب منه. بررت لها غزل كلامها وقالت بتفاهم
انا بس هفهمه غلطه، وبعد ما اديله كلمتين في جنابه صدريله انت الوش الخشب. ابتسمت مرام بهدوء وحمدت ربها لوجود اختها في حياتها، وكملت غزل كلامها بعتاب وقالت: وبعدين مش قلتلك تبطلي كلام معاه علشان ربنا يبارك في حبكم؟ طول ما انت بتغضبي ربنا وبتكلميه وهو مش حلال ليكي، اعرفي انك هتتعبي قوي سواء نفسيا او جسديا. عززي نفسك علشان اللي جاي يتقدملك يعرف انك غالية وانك تستحقي التعب. عضت ميران شفايفها بكسوف وقالت: حاضر والله، بس انا عملت كده لانه كان وحشني قوي. ضربت غزل كف على كف وقالت بيأس: اقول لها طور تقول لي حلبوه؟ يا بنتي يا بنتي بقولك عززي نفسك. اصوت. بص لجسم مراته اللي مرمي على الارض زي الجثه الهامده، والدم محوطها في كل مكان. اتخشب جسمه وما بقاش قادر يتحرك، حاسس بان الكون وقف حواليه وصورة الدم حواليها ما بتروحش من عينيه. فالمشهد ده شافه قبل كده لان والدته توفت بنفس الطريقة. كل اللي كان شافه وقتها يحلف بانه تمثال من قوة صدمته. فلما حس الناس اتجمعت حواليها جري عليها بسرعة بيدعي ربنا انه ما يكونش نفس الموقف تاني. قعد على الارض جنبها ورفع وشها بين ايديه بيبص على ملامحها الساكتة المليانة بالدم. اتحجرت الدموع في عينيه وقلب همس يا دوب يتسمع بالعافية من شدة ضعفه: رنا، رنا، ردي عليا يا حبيبتي. ما ردتش عليه، كانت غرقانة في دمها. فاق من غفلته على صوت حد بيصرخ فيه وقال: قوم يا أستاذ، الحق وديها المستشفى. هز راسه بهستيريا كأنه وجد طوق النجاة، وبسرعة قام شالها ووقف عربية وصرخ باستعجال: اطلع على أقرب مستشفى بسرعة يا اسطى الله يخليك. طار السواق بسرعة جنونية، وما هي إلا دقايق بسيطة ووصلوا قدام المستشفى. فقال له السواق: وصلنا يا أستاذ، ربنا يطمنك عليها. مردش عليه وشالها وجري بيها لجوه المستشفى وصرخ بعلو صوته: دكتور، دكتور هنا بسرعة. جري عليه الممرضين وشالوها منه وحطوها على الترولي ودخلوها لأوضة العمليات. مر ساعة والتانية والقلق بينهش في قلبه ودموع عينه متحجرة، مش قادر يستوعب اللي حصل لحد دلوقتي. فضل يدعي كتير لحد ما باب الأوضة اتفتح، فجري على الدكتور وقال بلهفة: طمني يا دكتور، هتفوق امتى؟ بصله الدكتور وقال بأسف: شد حيلك، البقاء لله. بصله بصدمة ومش قادر يستوعب اللي قاله الدكتور. ساب الدكتور وجري عليها، وقف قدام جسمها المتوصل بالأسلاك وقعد على طرف السرير ومسك ايديها الباردة وقال بذهول: رنا، الكلام اللي بيقوله ده اكيد غلط، صح؟ انتي قلتي ان عمرك ما هتسيبيني، قلتي لي هتفضلي معايا دايما، قلتي لي انك عمرك ما هتمشي. ليه مش بتوفي بوعدك دلوقتي؟ ليه عايزة تسيبيني؟ فضل يهز جسمها يمكن تستجيب، بس مفيش فايدة. فرحها خلاص طلعت من جسمها وسابت جوزها بيتحرق من وجع الفراق. فقال تاني لما ملقاش منها اي رد: طيب بلاش علشاني، قومي، قومي عشان خاطر مدثر، قومي عشان خاطر ابننا. واخيرا نزلت دموع بقوة وقلب عياط: رنا، قومي، قومي عشان خاطر ريان حبيبك، قومي، ما تسيبنيش كده يا حبيبتي، عشان خاطري قومي. ولكن لا حياة لمن تنادي. فخلاص اللي قدامه هي جثة مراته اللي اتدفنت وحضنها تراب، وسابت جوزها وفلذت كبدها لوحدهم يخوضوا الحياة من غيرها. انتفض ريان من نومته وهو عرقان خالص، حط ايده على صدره اللي طالع نازل بتعب. قام من مكانه ووقف قدام صورته هو ومراته، بصلها بحنين وهو بيفتكر حنانها وعشقها اللي كانت بتغرقه بيه من غير مقابل. وهو حب روحها، حب عشقها ليه، على الرغم من ان زواجهم كان تقليدي، لكنه اتبنى على الود والاحترام بينهم، احترام متبادل. هي حبته وهو حبها برضه، ولكن الله استرد امانته بعد ما خلفت له قطعة من روحها، مدثر، واللي عنده بمثابة الابن والعيلة. والحقيقة الصدمة هنا انه ما يقربش لعيلة النويهي لانه ريان الطحاوي. بس ايه اللي جمعه بعيلة النويهي وايه علاقته بيهم؟ لغز مفقود وحلقات بتدور حوالين بعضها، علاقة معقدة بتتكون حوالين حياته. راح لأوضة ابنه لقاه نايم ببراءة، قعد جنبه بهدوء يمشي ايده على راسه بحنان، بس راسه بحنان وهو بيدعي ربنا يحفظه له. كفاية عليه خسارته لمراته لانه ما عادش يتحمل خسارته هو كمان، لانه ساعتها هيكون وحيد من غير اهل او اولاد او عيلة او حتى الزوجة. شال من راسه كل الوساوس دي وقام وهو ناوي يتوضى ويصلي. وبكده
تكون خلصت حلقة النهاردة. اكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية جميلة وكوميدية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات ام جنى وزينة، بحبكم قوي، سلام.